السلام عليكم. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير ويلقاكم في احسن الاحوال. في البدايه كنقول لكم رمضان مبارك، الله يدخلوا علينا وعليكم باليوم والايمان والبركه وكل ما كتمناو ان شاء الله. بالنسبه للوصفه اليوم غنقدم لكم سمنات في الفران بالكبده ديال الدجاج والسبانخ لي زيبينار. نتمنى ان الوصفه اليوم جربوها وتعجبكم. الى عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الوصفه والمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. مقله فوق النار كنوضعوا معلقه كبيره ديال الزبده وكنضيفوا ليها القليل من الزيت النباتيه. كنخليو الزبده ديالنا حتى كتذوب. غنضيفوا ليها ضفت هنا البورو اولا تضيفوا البصله. الا ما توفرش عندكم البورو ديروا البصله العاديه. وكنشحروا البورو ديالنا مزيان كما كتشاهدوا. عندي هنا الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. كنشحروا البصله ديالنا او البورو ديالنا مع الفلفله. عندي هنايا 2 علب ديال الفطر او الشامبينيون المعلب اللي كنغسلوه وكنصفيه وكنقطعوه قطع صغيره. كنضيفوا الفطر ديالنا وكنشحروا مزيان. وعندي هنا حبه ديال الفلفله حاره اللي قطعتها دوائر كنضيفوها للحشوه ديالنا وكنشحروا مزيان. وعندي هنا الخليط اللي سبق لي شاركت معكم في الفيديو السابق. كناخذوا القزبر والثومه وكناخذوا سكنجبير طري كنطحنوهم في الهشوار اولا كنطحنوهم في الخلاط الكهربائي اللي كنطحنوا فيه العصير. كنوضعوهم في قرعه ديال الزاج وكنغطيوهم بالزيت. كيبقاو عندنا في الثلاجه واجدين الوقت اللي كنبغيو يعني نحضروا شي وصفه كنلقاوهم واجدين. عندي هنا اخواتي لي زيبيناغ او السبانخ. بالنسبه لي زيبيناغ اخواتي او السبانخ فكتضيفوهم على حسب الذوق ديالكم. فإلا كنتو كيعجبكم المذاق ديالهم انا كثروهم. الا ما كانش كيعجبكم المذاق ديالهم فهادي ضيفوا منهم غير قليل. فكنضيفوا الملح البزار التحميره غنضيفوا القزبر يابس مطحون وغنضيفوا الخرقوم. فبالنسبه للتوابل اخواتي كيبقاو على حسب الكميه د الحشوه اللي غتحضروا. خديت انا اخواتي الكبده ديال الدجاج اللي شحرتها في المقله مع شويه الزيت وشويه الملح والبزار. كنشحروها مزيان وقطعتها قطع صغيره. كنضيفها الحشوه ديالنا وكنشحروا حتى كتشرب لينا ديك الكبده المذاق ديال الحشوه. وكنضيف هنايا 4 ديال القطع ديال جبن الساندويتش اولا تضيفوا الجبن المثلث اولا الجبن المربع على حسب اللي كيتوفر عندكم. وكنخلطوا مزيان حتى كيذوب الجبن ديالنا. عندي هنايا الكورنيشون او الخيار المخلل. عندي الحامض مرقد وعندي الزيتون. كنضيف غير قليل فقط من كل حاجه وكنشحروا مزيان كما كتشاهدوا. وغنضيف كذلك الشعريه. خديت انا 2 مربعات ديال الشعريه يعني 200 غرام ديال الشعريه اللي كنرطبوها في المطايب. 10 ديال الدقائق كنصفيوها وكنقطعوها قطع صغيره. ضفتها الحشوه وكنشحروا مزيان حتى كتشرب لينا الشعريه المذاق ديال الحشوه. وكتكون الحشوه ديالنا واجده. غندوزو ان شاء الله للعجين. فبالنسبه للعجين خديت 500 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل 5 ديال الكيسان ديال العنبه. وخديت كاس ديال دقيق القمح الصلب او دقيق الفينو دقيق السميد الناعم. كنخلطوا الدقيق ديالنا كما كتشاهدوا. وغنضيف ليه معلقه صغيره ديال الملحه معلقه صغيره ديال العسل اولا تضيفوا السنيده. وغنضيف معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه الخميره الحلوه ومعلقه كبيره ديال الخل كما كتشاهدوا. وغنضيف معلقه كبيره ديال الحليب بودره. وكذلك غنضيف 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. وغنخلطوا العجين ديالنا بالماء العادي من الصنبور كما كتشاهدوا اخواتي. فبالنسبه للعجين ديالنا اخواتي ما كنحتاجوش اننا ندلكوها فغير كنجمعوها فقط كما كتشاهدوا لان غادي نخليوها ترتاح. فكنجمعوا العجين ديالنا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون متماسك ولين في نفس الوقت ما كيلصقش في اليد. فكناخذوا العجين كما كتشاهدوا اخواتي راه العجينه ديالنا ما دلكتهاش. فكندهنوا العجين ديالنا بالزيت
وغادي نوضعوها في كيس بلاستيكي كما كتشاهدوا. فغادي نسدو على العجين ديالنا وغادي نخليوها ترتاح كما كتشاهدوا اخواتي. غنخليوها على الاقل، نخليوها 30 دقيقه، وباش ما خليناها مده اطول الا وكتعطينا نتيجه افضل. فانا خليت اخواتي ارتاحت العجين ديالنا مزيان كما كتشاهدوا. رجعت ليها، غادي نحيدو نحيدو العجين ديالنا من البلاستيك. فكما كتشاهدوا اخواتي العجين ديالنا ارتاحت. فكندهنوا يدينا غير بالقليل فقط من الزيت، ما نكثروش الزيت اخواتي، باش ملي نجيو نطلقوا العجين ديالنا ما يعذبناش. كنوضعوا الكرات ديالنا في بلاطو اللي دهنته بالزيت، فكنستمر كنشكلوا العجين ديالنا حتى كنكملوه. عاد كناخذ الزيت النباتيه كندهن بها الكويرات ديالنا، وكنغطيوهم بالبلاستيك كما كتشاهدوا اخواتي، ونخليو الكويرات ديالنا يرتاحوا على الاقل، نخليهم 20 دقيقه حتى كيرتاحوا كيطلقوا باش يجيونا ساهلين باش نخدموهم. فبعد ما ارتاحت العجين ديالنا كناخذوا الكره ديال العجين. فعندي هنا اخواتي الزبده ديال التوريق ذوبتها مع الزيت النباتيه، وعندي هنا الزيت النباتيه اللي غندهنوا بها سطح العمل، وبالنسبه للزبده هي اللي غنورقوا بها العجين ديالنا. فكناخذوا الكره ديالنا كندهنوا سطح العمل بالزيت، وكنحاولوا نورقوا الكره ديالنا كما كتشاهدوا حتى كيبدا يبان لينا سطح العمل. وكندهنوا العجين ديالنا بالزبده، كندير تقريبا 2 معالق صغار ديال الزبده. كندهنوا العجين ديالنا مزيان كما كتشاهدوا، وكناخذوا الحشوه اللي كتكون بردات كنوضعوها في الطرف ديال العجين كما كتشاهدوا اخواتي. فنحاولوا نكثروا الحشوه باش حيت نجيو ناكلوا ما نلقاوش غير العجين، نحاولوا نكثروا الحشوه. وكنطويو العجين ديالنا بهذا الشكل اللي كتشاهدوا، الطريقه موضحه في الفيديو. كنلفوا كما كتشاهدوا اخواتي، وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. تصدقوني هذا العجين كتعطينا واحد النتيجه رائعه. فبعد ما كنلفوا المسيمنه ديالنا كنوضعها في الصفيحه ديال الفرن اللي فرشت ليها ورق الطهي اولا دهنوها بالزيت. فكنستمروا بنفس الطريقه، كنطلقوا العجين ديالنا وكندهنوها بالزبده كما كتشاهدوا. فهاد الزبده ديال التوريق اخواتي هي اللي كتعطينا كتخلي المسيمنات ديالنا يجيو مرقين ومقرمشين. فكنستمر بنفس الطريقه. تصدقوني اخواتي هذا العجين كيعطينا واحد النتيجه رائعه، كيجي مقرمش وكيجي هشيش في نفس الوقت. فتقدروا تعتمدوا في المملحات ديالكم. فكنستمروا اخواتي، وكما سبق لي ذكرت لكم اخواتي فغتبان لكم الحشوه هنايا غالب عليها اللون الاخضر لون السبانخ. فإذا ما كانش يعجبكم المذاق ديال السبانخ بزاف فما تكثروهمش، فديروا غير القليل فقط. كنستمروا. وبالنسبه للسبانخ اخواتي فكنا كنعرفوا الفوائد ديالو على الصحه ديالنا، فعنده بزاف ديال الفوائد. فهنا اخواتي خديت واحد الخليط ديال الزبده، ذوبت الزبده مع الزيت وضفت ليهم تحميره او بابريكا وخليتها تبردات كما كتشاهدوا. كندهنوا بها الفطائر ديالنا او المسيمنات ديالنا. خديت هنايا زريعه الخشخاش او البافو كنوضعوها على الوجه ديال المسيمنات ديالنا. في هذا الاثناء اخواتي فملي كنبدا نورق المسيمنات ديالنا كنشعل الفران على 240 درجه. الفران ديالنا خصو يكون سخون. فخديت هنا اخواتي واحد الشفره او ززوار، كنوضع واحد الفلحات في في الوجه ديال المسيمنات ديالنا، وغندخلهم كما سبق لي ذكرت لكم الفران يكون سخون على 240 درجه. كندخلهم حتى كيتشمعوا، وكنزل الحراره ل 180 درجه
حتى كيطيبوا كيتورقوا كياخذوا اللون الذهبي. وهنا اخواتي بالنسبه للكميه الثانيه اللي باقا عندي ديال المسمن، يعني ديك الكميه ديال الدقيق عطاتني واحد الكميه وفيره ديال المسمن. فهنا اخواتي بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشاهدوا كتسمعوا القرمشه ديالهم كيجيو مقرمشين كيجيو لذاذ. صدقوني جربوهم غادي يعجبوكم ان شاء الله. وفي الاخير كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا لكل واحد كياخذ من وقته كيتفرج في الفيديوهات ديالي وكيخلي لي تعليق زوين. كنقول لكم شكرا والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.